فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسامة إبراهيم من قناة أفضل تحميلات. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب دايما، وتكون أيامكم سعيدة. ده اللي بتمناه من الدنيا بحالها كلها. النهاردة معانا مشكلة كانت بتواجه الجميع كلهم، وكنت أنا من ضمنهم، اللي هي مشكلة التنزيل من أي رابط خارجي. فالرابط يحمل ويجي مثلا عند المنتصف ويجي كلمة فشل التنزيل أو يتعذر تنزيل هذا الملف. فالمشكلة دي واجهت كام واحد فيكم؟ أكيد واجهت ناس كتير، صح؟ فأنا قدرت إن شاء الله اتغلبت على المشكلة ديت، وقدرت أجيب لكم طريقة اللي تمنع يعني المشكلة دي تجيلكم تاني. ورب يعني انتوا إن شاء الله تشكروني عن الطريقة ديت بالفعل. فلو كنت أول مرة تشاهدنا فلا تبخل علينا باشتراك في القناة أو سبسكرايب، زر أسفل الفيديو، وخاصية الجرس تفعلها عشان تتوصل معنا بكل جديد، ولايك للفيديو لو عجبك ان شاء الله. قبل ما نبدأ الشرح، ان شاء الله في الشرح القادم هنزل لكم انهي طريقة لعبتين ننزل عليهم شرح اي لعبة فيهم انتوا عايزينها، فلعبة جي تي اي 5 سيتي ام لعبة سلاحف النينجا. فانتوا هتسيبوها لي اسم اللعبة اللي انتوا عايزيني انزل عنها شرح الشرح القادم في اسفل الفيديو، وان شاء الله هرد عليكم وان شاء الله هعمل عليها شرح المرة الجاية. فدلوقتي هنخش على المدونة. طبعا احنا دي الروابط اللي هسيبها لكم في اسفل الفيديو، فنضغط على الرابط ده امامكم، رابط المدونة. هنقلنا الى المدونة بتاعتنا الجميلة، فهندخل المدونة. فقلبها كل حاجة خاصة بالبرنامج. فهنا حاجة اسمها للتحميل، اضغط من هنا، اضغط هنا التحميل، فيظهر لنا ايه شكل البرنامج من على متجر جوجل بلاي. فان شاء الله يعني البرنامج هسيبه لكم في اسفل الفيديو زي ما انتم شفتوا. فطبعا نفتح البرنامج. دي القائمة اللي اكتملت، ودي قائمة الانتظار، يعني لسه في قلبها حاجة. فاحنا هنضغط هنا عند الكل. اهم حاجة تفعلوا التفعيلات ديت سرعة النت اللي اهم حاجة هتبقى بطيئة، فاحنا نكملهم كده زي ما احنا عاملين، زي ما عامل عندي. وتفعل الاصوات ديت امامكم. واهم حاجة اللي انت تفعل فقط عبر الواي فاي، يعني عشان لو بتحمل ملف وفتح بيانات الهاتف ما يستهلكش من بيانات الهاتف والإنترنت. فده يعني. فدلوقتي إن شاء الله نخش مثلا على أي فيديو عشان نوريكم ازاي بتقدروا تحملوا. فمثلا فيديو زي ده كثيرا، فننزل مثلا نحمل، نجيب أي رابط. مثلا نخش هنا، نضغط هنا، احنا بس تجريبي عشان نجرب لكم إن شاء الله الطريقة. فالطريقة لو عجبكم لا تبخل علينا باشتراك في القناة عشان تدعمنا كتير. الاشتراك ده هو اللي بيدعمنا وخلينا ننزل المزيد والمزيد ان شاء الله. فنضغط على كلمة الكل، وفي كلمة تحت في الأسفلية التصفح أو المتصفح، فبتلصقوا الرابط هنا هكذا. فيظهر لكم الواجهة ديت، واجهة أي تنزيل من ميديان فاير أو بوكس أو أي ميجا أو أي حاجة. فنضغط هنا على كلمة داونلود، هيظهر لنا الصفحة دي كلها. فهنا تقدر تضغط عليها، ثم هنا بتحدد مكان الملف اللي انت هتقدر تنزل من عليه، سواء من الذاكرة الخارجية او من ذاكرة الهاتف. فالبرنامج ده حتى لو تليفونات مساحتها قليلة فبيقدر ايه يشوف لك الطريقة وتقدر تعملها يعني. وهنا بتتحكم في السرعة بتعليها، وبتعملها عبر الواي فاي فقط او حسب بيانات الهاتف لو انت عايز تفتح منها. وبعدين ثم تضغط كلمة بدء. فهو كده تم التنزيل بنجاح في اقل من ثانية واحدة. ده شوفوا حتى ملحقتش اتكلم معاكم من سرعة هذا البرنامج، سرعته جميلة يعني جدا.
فانا بس هوريكم الطريقة كده بسرعة عشان اشرح لكم. شوف، الملف نزل في ثانية واحدة او اقل من ثانية، فانا هضطر امسح الملف عشان اقدر انزله لكم تاني، عشان اقدر اوريكم الشرح. اقل من ثانية والله التطبيق اللعبة نزلت. فهنا بتقدر تضغط على علامة هكذا لو انت رايح مشوار او خارج، فبتقدر توقفه لحد ما ترجع تاني ثم تضغط عليه، فكده بيبدأ التنزيل معاكم. شوفوا ما بيكملش حاجة والله، السرعة جميلة جدا البرنامج. يعني حتى بطأت النت بس عشان اقدر اتكلم معاكم واشوف الطريقة. بس يا جماعة كان شرحنا النهاردة، رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم لا تبخل علينا باشتراك او سبسكرايب، تفعيل خاصية الجرس عشان تتوصل معنا بكل جديد، ولايك للفيديو لو عجبك ان شاء الله. واهم حاجة تردوا عليا في كومنت، هل انزل لعبة GTA 5 سيتي ام لعبة سلاحف النينجا؟ هستنى منكم التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.